بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد من الناس اللي دفع التمن في البلد. دفعت تمن حياتي، تمن حريتي. باختصار يعني عشان ما اطولش عليكم، أنا واحد من الناس ما بقبلش الحرام، ماليش في السرقات. يعني عمري ما عملت حاجة غلط، الحمد لله، ان شاء الله مش هعمل حاجة غلط. انا باختصار برضه عشان ما اطولش عليكم، كنت جايب عربية قسط. طبعا العربية الاولانية كانت عربية وبتاع، كنت شغال بقى مشاوير وبتاع، المهم دمرتني وبقيت اجيبها متشالة على اي ونش من السويس، ونش من مصر، ونش. المهم يعني الدنيا خربت معايا، رجعت العربية وجبت عربية تاني ماتريكس عشان اشتغل واروح واجي. المهم الدنيا باظت برضه وخربت والكلام دوت. واحد ابن حلال اداني 150,000، جبت شوية ملابس على اساس ناكل عيش وهو ياكل عيش وهو سافر. طبعا لما سافر انا مضيت له. المهم طبعا دخلت الكورونا والدنيا باظت والدنيا خربت، ولحد الان مش قادرين نقوم ولا نتنفس ولا نروح ولا نيجي. باختصار العربية ولعت كمان وانا مسافر الغردقة، ولعت في راس غارب. طبعا مش عارف اعمل حاجة والدنيا بايظة، وطبعا عليا اقساط وعليا ديون، وطبعا ماضل دوت وماضل دوت، وبحاول اسد بس الدنيا بايظة. انا عايز اقول لكل حد عارفني، عايز اقول لاي حد لجنة عندي، عايز تصبر. انا ان شاء الله عندي نية السداد. مش عايز تصبر، اللي انت عايز تعمله اعمله. عايز تحبسني احبسني، اللي انتوا عايزين تعملوه بقى اعملوه، عشان انا ما عادش فيها اصلا نفس، وما عادش عندي خلق، وما عادش عندي صبر، وما عادش عندي اي حاجه. انا بمعنى اصح كده عندي يأس من الحياه. ما عدتش عايز اقعد مع حد، ما عدتش عايز اشوف حد. واي حد بيشوفنا بنضحك، احنا بنضحك من الهموم اللي فينا، بنضحك من الغم اللي احنا عايشينه، بنضحك من البؤس اللي احنا عايشينه. انا ولا مديت ايدي لحد، ولا قلت لحد هات، ولا قلت لحد يديني، ولا قلت لحد يسد عني، ولا قلت لحد اي حاجه. كل اللي انا طالبه اللي انتوا تسيبوني في حالي اعيش وخلاص. واي حد ليه فلوس عندي، لو انا مت سامحني، مش عايز تسامحني بقى ربنا اللي عالم باللي في القلوب. وانا الحمد لله نيتي السداد، وبقول الكلام ده قدام ربنا وقدام العالم كله في نيتي السداد. بس الدنيا واقفه والدنيا خربانه والدنيا ما عادش في نفس خالص. بنجيب لقمتنا بالقوه، مش عارفين نصرف على عيالنا. انا عندي عيل صغير ما بودوش المدرسه من قله المصاريف، وشغلته الصناعه اهوت بيشتغل كهربائي سيارات، والولد التاني الكبير شغاله بيصرف على نفسه، وبيته هو ماشي بالقوه. ومش عارفين مقضينا جمعيات ومقضينا سداد ومقضينا لده ولده ولده. طبعا اللي لجنه فاكر اللي احنا مثلا بنسرق، اللي لجنه عاد اتصل، اللي ليه 200 جنيه بيتصل، واللي ليه 800 بيتصل، واللي له 100 بيتصل، واللي ليه 80 بيتصل، والدنيا كلها محطوطة فوق دماغنا. بنقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل النار. أنا يا جماعة مش قادر أعمل حاجة. قادر تصبر معايا خير وبركة، مش قادر تصبر معايا السجن أولى بيا. أنا ولا أنا هسرق، ولا أنا هتاجر في حشيش، ولا أنا هاخد حاجة مسروقة أبيعها، ولا أنا هعمل أي حاجة غلط. عشان لو مت دلوقتي ربنا بقى هو اللي عالم بيا ويسامحني. ومش عارف اقول ايه بالظبط. انا ولا انا بشكي الدولة، ولا انا بشكي الناس، ولا انا بشكي اللي حواليا. ده قضاء وقدر، وربنا اللي عالم في القلوب. انا مش عارف اعمل حاجة، ومش عايز حاجة من حد، مش عايز حد يعمل لي حاجة. بعدوا عني، واللي لجنة عندي يصبر عليا ان شاء الله يتسد. ما قدرتش اسد ومت سامحني، مش عايز تسامحني دي حاجة ترجع لك. عايز تحبسني دي حاجة ترجع لك برضه. وانا شايف ان السجن هيبقى احسن من العيشة اللي احنا عايشينها.